ايران اليوم بزاف ديال الناس كيشوفوا واحد الدوله صارمه وفيها قوانين دينيه وعندها صراع كبير مع امريكا والغرب، ولكن واش عمرك تخيلتي انه قبل 50 عام نفس هذه البلاد كانت من اكثر الدول انفتاحا في الشرق الاوسط، حيث انا في السبعينيات ايران كانت فيها حفلات وموسيقى والسينما، وكذلك النساء بزاف ما كانوش كيلبسوا الحجاب، الجامعات كانت مختلطه، والحياه اليوميه كانت قريبه بزاف للحياه اللي كاينه في اوروبا وامريكا، وحتى انا بعض الناس كانوا كيسميو عاصمه ديال طهران باريس ديال الشرق. ولكن السؤال الكبير هو كيفاش هذه البلاد تبدلات بهذا الشكل الكبير، ولات دوله دينيه صارمه. باش نفهموا هذا الشيء خاصنا نرجعوا واحد شويه للتاريخ. قبل ما تسمى ايران كانت معروفه باسم بلاد فارس، وهذا الاسم جا من الحضاره قديمه بزاف كانت عايشه في ذاك المنطقه، وكانت عايشه منذ آلاف السنين. وبلاد فارس كانت فيها امبراطوريات قويه بزاف، ومن اشهرهم امبراطوريه كورش الكبير اللي حكم فيها حوالي 500 عام قبل الميلاد، وهذا الامبراطور كان معروف بالعدل ديالو، وحتى بعض المؤرخين كيقولوا على انه من الاوائل الحكام اللي عطاو الحريه الدينيه للشعوب اللي كان كيحكمها. الامبراطوريه الفارسيه في هذاك الوقت كانت اكبر الامبراطوريات في العالم، كانت كتسيطر على اراضي كبيره في اسيا وفي الشرق الاوسط. يعني الايرانيين اليوم كيعتبروا رؤوسهم انهم ورثه الحضاره قديمه وعظيمه بزاف. في البدايه ديال القرن العشرين وبالتحديد في 1925 وصل الحكم لواحد القائد عسكري سميتو رضا الشاه بهلوي. هذا الراجل كان عنده فكره واضحه انه كان باغي يحول ايران بلاد حديثه وعصريه بحال الشكل ديال اوروبا، وباش يدير هذا الشيء بدا كيدير بزاف ديال الاصلاحات، بنى الطرقان والسكك الحديديه ونظم الجيش ودار اصلاحات كبيره في الاداره والقوانين. ولكن المشكله كانت في الطريقه اللي استعمل، كان كيحاول انه يفرض التغيير بقوه. مثلا في سنه 1936 خرج قانون كيمنع الحجاب، النساء خاصهم يلبسوا اللباس الغربي بحال الشكل اللي كاين في اوروبا، وحتى البوليس كان بعض المرات كيمنع النساء اللي لابسين الحجاب من الدخول لبعض الاماكن. وهذا القرار صدم بزاف ديال الناس، خصوصا المجتمع الايراني اللي كان محافظ ومتدين. في سنه 1941 هنا وقعت الحرب العالميه الثانيه، وايران كانت مهمه بزاف بسبب النفط ديالها والموقع اللي كتواجد فيه، وبريطانيا والاتحاد السوفيتي دخلوا لايران وفرضوا على الرئيس ديالها رضا الشاه بهلوي انه يتنازل على الحكم. من بعد دوزوا الحكم لولده اللي هو رضا بهلوي. محمد رضا بهلوي حكم ايران لمده طويله وكان قريب بزاف للغرب، خصوصا امريكا وبريطانيا. في وقته ايران ولات حليف مهم لامريكا في الشرق الاوسط. في البدايه ديال الخمسينيات طلع واحد السياسي مشهور سميتو محمد مصدق، ولا رئيس ديال الحكومه انذاك. مصدق كان بغى يدير واحد الحاجه مهمه بزاف، كان بغى يامم النفط الايراني، يعني بدل ما الشركات البريطانيه انها تتحكم فيه، هذيك الثوره كترجع ديال البلاد وخاصها ترجع للشعب الايراني. بريطانيا وامريكا ما عجبهمش هذا القرار، وفي سنه 1953 تدار انقلاب سياسي بدعم من المخابرات الامريكيه وبريطانيه. مصدق هذيك الساعات تسجن، والشاه محمد رضا بهلوي رجع يحكم بسلطه اكبر. وهذا الحدث خلى بزاف ديال الايرانيين يحسوا باللي ان الغرب كتدخل في بلادهم وانها باش تحمي المصالح ديالو. وفي الستينات كان الشاه دار واحد البرنامج اصلاح سماه الثوره البيضاء، وهذه الاصلاحات كانت الهدف منها تحديث البلاد. والحوايج اللي كان دار كان عطى المراه الحق ديال التصويت، ودار اصلاح في الاراضي الفلاحيه، وقام بتطوير التعليم، وكذلك دار واحد التحديد ديال الاقتصاد. ولكن رغم هذه الاصلاحات بزاف ديال الناس ما استافدوش منهم، وهنا الفوارق ما بين الاغنياء والفقراء تزادت، وكثر الغضب وسط الشعب. ووسط هذا الغضب ظهر واحد الرجل ديني اسمه روح الله الخميني. الخميني كان ينتقد الرئيس بشده، وكان كيقول ان الرئيس تابع للغرب وانه خاص ايران ترجع للقيم الاسلاميه ديالها. وفي سنة 1963 دار خطابات قوية ضد الرئيس، وبسبب هذا الشيء تشد وتنفى من ايران ودوه للعراق، ومن بعد دوزوه لفرنسا. ولكن حتى وهو خارج البلاد بقى كيأثر على الناس. اش كان تيدير؟ كان تيسجل الخطب ديالو في الكاسيت وكانوا كيمروها لايران بسريه، وهنا الناس كانوا كيسمعوا واش كان تيقول. ومع الوقت ولا الخميني رمز للمعارضه ضد الرئيس. وفي الاواخر ديال السبعينيات الاحتجاجات بدات كتكبر بزاف، الملايين ديال الناس خرجوا للشوارع، الشعارات كانت واضحه، الشعب ما بقاش باغي الرئيس. وفي يناير 1979 الرئيس خرج من ايران، ومن بعد اسابيع قليله رجع الخميني لايران وسط استقبال كبير من الشعب. من بعد اعلن على القيام الجمهوريه الاسلاميه. في سنه 1979 طلبت ايران اقتحموا السفاره الامريكيه في طهران، وشدوا 52 دبلوماسي امريكي كرهائن لمده 444 يوم. وهذا الحدث خلق واحد الازمه كبيره ما بين ايران وامريكا. تخيلوا معايا من ذاك الوقت العلاقات بيناتهم بقات متوتره بزاف. وسنه 1980 بدات الحرب كبيره ما بين ايران والعراق. هنا الرئيس العراقي صدام حسين قرر انه يهاجم ايران، والحرب هنا دامت تقريبا واحد 8 سنوات ماتوا فيها مئات الالاف من الناس من الجانبين، وفي الاخير الحرب سالات بلا رابح حقيقي. ايران اليوم دوله قويه في المنطقه، ولكن ما زال فيها مشاكل اقتصاديه وسياسيه. كاين صراع داخلي ما بين الناس اللي باغين اصلاحات وحريات اكثر،
وما بين النظام المحافظ على الطابع الديني ديال الدوله. ودابا الا جينا في الوقت الحالي العالم كامل كيشوف واحد التوتر كبير بزاف ما بين ثلاثه ديال الدول، ايران من جانب وامريكا واسرائيل من جانب الاخر. وهذا الصراع ماشي جديد، ولكن في السنوات الاخيره تزاد بزاف، وصل حتى للمواجهه العسكريه المباشره. وفي نهايه ديال فبراير 2026 وقع واحد التصعيد خطير ملي قامت اسرائيل بمسانده الولايات المتحده الامريكيه بشن ضربات عسكريه على اهداف من ايران وفي مدن مختلفه حتى قرب العاصمه طهران. الهدف المعلن من هذه الضربات كان هو اضعاف القدرات العسكريه الايرانيه، خصوصا البرنامج النووي والصواريخ الباليستيه اللي كتقول اسرائيل على انها كتشكل واحد التهديد مباشر لها. ولكن ايران ما بقاتش ساكته، من بعد الهجمات ردات ايران باطلاق صواريخ وطائرات مسيره نحو اهداف مرتبطه باسرائيل وحتى بعض القواعد مرتبطه بامريكا. وهكذا تحولت المواجهه من حرب اللي كانت مخفيه في السر لسنوات طويله الى مواجهات عسكريه مفتوحه نسبيا. في نظركم واش هاد الثوره الاسلاميه اللي كاينه في ايران كانت فعلا الحل باش انه يتبدل الوضع، ولا لا بدلت النظام بنظام اخر فقط؟ واش كتشوفوا ايران اليوم دوله قويه كتدافع على راسها، ولا ان السياسات ديالها هي اللي خلاتها تدخل في هذه الصراعات مع بزاف ديال الدول؟ بغيتكم تكتبوا لي الراي ديالكم في التعليقات، وما تنساوش الاشتراك في القناه. حياكم الله.